السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم فلوقات ومطبخ نادية. كيف العادة غنبداو فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغالبا فاش كنبداو بكويز ديال اتاي بحال هذا من شهيتكم البنات حقكم في الجنة. بالنسبة اليوم الاقتراح غادي يكون واحد الفطائر اللي مالحين، مسمن اللي كيكون مورق وناجح 100%. كيجيو مرقين وهشاش في نفس الوقت بواحد الحشوه اللي كتجي رائعه ولذيذه في في المذاق، وفي نفس الوقت اقتصاديه وحتى اقتصاديين حتى في الوقت كيجيو كيتوجدوا بسرعه، خصوصا بالنسبه لرمضان وهذا راه كيكون عندنا الضغط في الوقت. ندوزو للعجين وندوزو للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للعجين خديت واحد تقريبا 500 غرام ديال الطحين ديال الفورص، درت معاها واحد 200 غرام ديال الفينو. يمكن لكم تضاعفوا الكميه. غادي ندير واحد القبيصه ديال الملح، عندي واحد شويه ديال السكر سنيده، واحد الخماره، واحد 2 معالق ديال الزيت تقريبا. بالنسبه للسكر سنيده كيعطينا التحمار وتيعطينا حتى ديك القرمشه حتى هي كيجيو مقرمشين. غادي نضيف المكونات كاملين على هذا الشكل هذا، كندير فيهم غير خماره، ما تنديرش فيهم خميره ديال العجن. صافي كنخلط العناصر الناشفه كامله كيف كتشوفوا معايا، وغنخلي دوك 2 معالق ديال الزيت حتى غادي نبدا نعجن، وغادي نديرهم في وسط العجين. صافي تنضيف الماء على هذا الشكل هذا، وغادي ندير العجين ديالي تيتدلك مزيان. يمكننا نعجنوه بايدينا، يمكن لينا نعجنوه في العجانه كيف بغينا. كيف قلت لكم داك الزيت كنبقى نكب بالتدريج والعجينه كتعجن وانا كنكب بالتدريج. كتكون العجينه على هذا الشكل هذا مرخوفه شويه، ولكن فاش كنخليوها راكم عارفين مع الفينو تيشرب شويه. صافي غادي نخليوها ترخف واحد تقريبا واحد الوقت. المهم كنخليوها 10 دقائق 5 دقائق ماشي مشكل. هي ما فيها لا خميره لا والو، قد ما خليناها قد ما مزيان غتعطينا الطعم. بالنسبه للحشوه يمكننا نديروا الحشوه اللي بغينا واي حاجه بغينا، الطون ولا هذا. كناخذ واحد 2 فلافل، فلفله حمراء فلفله خضراء، واحد بصله مقطعه حتى هي اطراف صغيره. عندي بالنسبه للكفته عندي شويه ديال الكفته ديال الدجاج وشويه ديال الكفته ديال العدند بالعطريه. عندي واحد تقريبا واحد المربع ديال الشعريه الصينيه اللي رطبته في الماء وقطعته. بالنسبه للشعريه الصينيه كنهضر على ديك اللي كتكون في بلاستيكه ترونسبارون، وكنت شاركتها معكم في التقديه. انا هذيك اللي تناخذ، ما تناخذش هذيك اللي في البلاستيكه ديالها زرقاء، ما كتعجبنيش. كتعجبني هذه اللي كتكون هكا مرصوات مربعات. انا خديت مربع واحد، كتكون الجوده ديالها احسن. بالنسبه للتقطع كيف قلت لكم كنديرها في الهاشوار كيف كتشوفوا معايا. انا دائما تناخذها وتنديرها بحال هكا في بواطات. خديت مربع على هذا الشكل هذا ورطبته في الماء طيب وخليته، راه عطاني تقريبا هذيك الكميه، راه تيعطي تبارك الله. يعني بالنسبه لغنعمرو بريوات ولا هذا غير القياس راه غادي يعطينا واحد الكميه اللي لا باس بها. كيف كتشوفوا معايا عندي قزبر ومعدنوس حتى هما مقطعين، عندي الملح، عندي شويه تحميره، شويه ديال السكينجبير، شويه العطريه فيمي خرقوم عرق. عندي شويه ديال الهريسه الخضراء كتعطي غير الذوق، ما كتعطيش حروره بزاف. عندي شويه ديال الهريسه الحمراء، عندي شويه البصله كارمه، واحد شويه ديال الكمون كيف كتشوفوا معايا، واحد القبيصه. غادي ندوزو للحشوه ديالنا باش غادي نبداو نشحروا فيها. كيف قلت لكم عندي فلفله وحده حمراء فلفله خضراء، ناخذ واحد المقله. بالنسبه للصوجه حتى هي عندي، ولكن ما غنديرهاش دابا، غنديرها حتى الاخير. كناخذ واحد شويه ديال زويته كنديرها في المقله ديالي. يمكننا نديرو حتى شويه الزبده الا بغينا، وكنضيفو ديك الفلفله حمراء وفلفله خضراء وديك البصيله كنضيفوهم. غادي نشعلوا عليهم النار. ودائما فاش كنبغيو نشحروا شي حاجه هكا فيها الفلافل وهذا كنزيدوا شويه النار باش ما كتطلقش لينا الماء ديالها. يعني كنشحروها على النار اللي كتكون عاليه باش ديك الخضر وديك الحشوه ما كتطلقش لينا الماء، لان ما حاجتناش بها تكون ميها. بالنسبه لهاد الحشوه كنفضل انني ما نديرش فيها الخضر الاخرين بحال الخيزو ولا القرعه الخضراء ولا هذا. بحال هكا ملي كنكون دايره الشعريه الصينيه كنفضل انني ما نكثرش الخضر بزاف. يعني كنكتفي غير بالفلفله والبصله كيجيو لذاذ. يمكننا نديرو الطون في بلاصه الكفته، يمكننا نديرو الطون حتى هما كيجي رائعين. بالنسبه للعجينه ديالي ترخفات على هذا الشكل هذا، غادي نقطعها، يعني غنقطعها كويرات كيف كتشوفوا معايا، غادي نورقهم على شكل مسيمنات. كنقطعهم كويرات اللي كيكونوا كبار، يعني ماشي صغار. بحال هذا العجين هذا راه غادي نديروا فيه واحد تقريبا 4 ولا 5 الكويرات. كيف قلت لكم كنديروهم اللي كيجيونا مسمنات كبار ماشي صغار.
صافي وغادي نخليهم يرتاحوا غير شويه، وغادي نبدا نورقهم على شكل مسمنات بالزبده وشويه الزيت. بالنسبه للحشوه ديالي درت كيف شفتوا الفلافل والبصله هما الاولين تشحروا، درت معاهم شويه ديال الملحه فقط، ما كنديرش عطريه في الاول باش ما كتحرقش ليا في التشحار. ضفت هذيك الكفته تقريبا عندي 250 ولا 300 غرام ديال الكفته، اللي كيف قلت لكم عندي جوج انواع، كان عندي شويه ديال الدجاج وشويه ديال لاداند بالعطريه، يعني خلطتهم بجوج ماشي مشكل. كيف قلت لكم يمكننا نديرو غير الطون حتى هو، حتى كنشحروا الفلافل والبصله ديالنا ونديروه مع الشعريه الصينيه ومع الخضر مشحرين. صافي غادي نبقى نستمر في التحريك وكنفتت هذيك الكفته حتى كتوزع ليا مع الفلفله ومع البصله حتى كتولي منسجمه معاهم. دابا عاد غادي نضيف التوابل كيف كتشوفوا. من الاحسن التوابل الانسان ما يضيفهمش في الاول باش ما كيحرقوش لينا مع المقله ومع داك الزيت. صافي من بعد ما شحرت ديك العطريه ديالي والهريسه وهذا مع الكفته، صافي حيت المقله من فوق النار. عاد غادي نضيف الشعريه الصينيه كيف كتشوفوا، كنضيف قزبر والمعدنوس حتى همايا من الاحسن كنضيفهم حتى كنطفيو باش كيعطيو اللوين ديالهم وحتى المذاق. وصوص الصوجا حتى هي كنضيفها في الاخير، يعني حتى كنحيد المقله ديالي من فوق النار. صافي كنستمر في التحريك حتى كنمزج هذوك العناصر كاملين باش كيتمزج ليا كلشي مع بعضو على هذا الشكل هذا. وكنخلي الحشوه تبرد ليا شويه، يعني غير دفا. صراحه كيجيو ساهلين واقتصاديين في الوقت ودغيا تيوجدوا، نعتمدوهم ان شاء الله رمضان. صافي غادي نبقى نحرك فيها هكا بحال اللي تنبردها، وفي نفس الوقت كيمتزج ليا كلشي كيف قلت لكم مع بعضو، ما كتبقاش جهه فيها الكفته وجهه فيها هاد الشعريه الصينيه بوحدها ولا هذا. غادي ناخذ المسمنات ديالي من بعد ما سمنتهم عاديين ورقتهم على شكل مسمن عادي اللي تنديروا مربع ديال المقله، غير هو تنديروا جهه كنديروه على شكل مستطيل كيف كتشوفوا قدامكم على هذا الشكل هذا. ما تنكثروش ليه الزبده وهذا في التوراق بزاف باش ما تيجيوناش ميدومين. المسمن ديالنا ما تيجيش ميدوم. صافي غادي نديرهم كيف قلت لكم على شكل مستطيل على هذا الشكل هذا. غادي نبدا نوزع في ديك الحشوه من بعد ما بردات لي، ضروري تبرد شويه لان الا خليناها سخونه غادي تقطع لينا العجين ديالنا. صافي تنوزع على هذا الشكل هذا. يمكن ليا نضيف عليها شويه الفرماج، كيف غندير شويه الفرماج موتزاريلا ولا فرماج حمر، ولا يمكن ليا نخليها غير هكاك، ولا يمكن نديرو فرماج ديال الساندويتش حتى هو كيجي رائع فوق منها. ممكن ليا نضيف شويه زيت ونقطع على هاد الحشوه بالنسبه اللي بغى يضيفو. صافي وغادي نستمر عليهم كاملين على هاد الشكل كنرولي، وتنحط في اللاطه ديالي بعد ما دهنتها كنرولي العجين ديالي على هاد الشكل. غادي ندير الفرماج وغنرولي العجين ديالي على هاد الشكل، كنوريه على شكل بودان اللي كيكون عريض شويه كيف كتشوفوا على هاد الشكل هذا. صافي ما كتكونش فيه العجينه بزاف، ما كان يعني كنحاول عدد الدورات ما تيكونوش كثر باش ما كيجيونيش غلاط بزاف وفيهم غير العجينه. بعد ما صفيتهم هكا في اللاطه كندهنهم بالصفر ديال البيض وكنقطعهم هكا بالسكين، يعني غير تنطراسيهم هكا يعني على هاد الشكل هذا. صدقوني كيجيو مورقين ومقرمشين وفي نفس الوقت هشاش، كيجيو رائعين البنات. نعتمدوهم ان شاء الله رمضان كيجيو زوينين في الفطور. صافي غادي نبدا نرش كل وحده وشنو غنرش فيها. اللي غنرش فيها جنزلان، اللي غنرش فيها البافو. يمكن نرشوهم كاملين بزنجلان، يمكن نخليوهم غير هكاك سامبل ما نرشو فيهم حتى شي حاجه كيجيو زوينين كذلك. رشيتهم بزنجلان بيض وبالبافو وغادي ندخلهم الفران. ما كيخمروا ما والو، يعني كندخلهم الفران في ساعتهم. بالنسبه للعجين كنشاط ليا من هذا القياس ديال هذا العجين اللي درت كيف شفتوا. درتهم ليويات صغار وطيبتهم في المقله قدامي حتى حاجه ما تضيع. وطيبت واحد البريريت ديال اتاي بالشيبه كيف كتشوفوا معايا. كنت صايمه وجدتهم الفطور ديالي البنات وبغيت نشاركهم معكم. اقتصاديين في الوقت وفي المقادير ودغيا تيوجدوا تيجيو مقرمشين ورائعين صراحه. نتمنى يعجبوكم. دابا راه المغرب تيأذن، انا كنوجد في الفطور ديالي. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال والله يثبت الاجر. نتمنى هذا الاقتراح يعجبكم ديال هاد المسيمنات، راه تيجيو مورقين ومقرمشين. يمكن لكم تعتمدوهم رمضان ان شاء الله باذن الله. الله يلحقنا ليه، لا مفقودين ولا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله يا ربي. كتجي ديك التعليكه ديال الموتزاريلا وديال الفرماج كتجي رائعه. الا عجبكم الاقتراح ديالي ما تنسونيش من لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب ومع الاهل ديالكم. والناس اللي غيدخلوا القناه ديالي اول مره مرحبا بهم، يتابوناو مرحبا بهم. والناس اللي قدام حتى هما مرحبا بهم. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله في امان الله. الى اللقاء.
نخليكم مع هاد المسيمنات كيف قلت لكم كتشوفوا التعليكات ديال الفرماج البنات، شوفوا كيفاش كيجي شي حاجه يا سلام. الى اللقاء.